بيحاول يتقدم مالكوم يمرر الكرة على الارض، وادي التمرير عند ميشائيل يلعب بينيه، وهنا السقوط. حكم المباراة بيقول ما فيهاش اي حاجة سهلة عند حارس المرمى. لا 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 ما ينفعش، لا يليق بالمباراة. وطرد على سافيتش، طرد على سافيتش. شوف هنا سافيتش بينال طرد مباشر بقرار من حكم المباراة. سافيتش بياخد طرد اهو في الدقيقة 76. يعني الاحتكاكات دي يا جماعة ملهاش لازمة. يعني انت عايز تاخد خطأ، عايز تاخد ركلة جزاء، ما ينفعش الحالات دي. وامامنا هنا جورج جيزوس مش مبسوط. شوف هنا اللقطة ما بين سافيتش وما بين عمر جونزاليس، يعني بلا داعي. احتكاك ما بينهم هما الاثنين والطرد المباشر. وعمر جونزاليس اصلا اللي كان عنده انذار، عمر جونزاليس هياخد طرد هو الثاني اعتقد كده. انذار تاني لعمر جونزاليس. عمر جونزاليس اللي عنده اوريدي انذار، هل خد انذار تاني ولا ايه؟ خلينا نشوف. فعلا انذار تاني على عمر جونزاليس وطرد. عمر جونزاليس اللي كان واخد انذار في الدقيقة 45. عمر جونزاليس كان واخد انذار في الدقيقة 45 الا بتخن الذاكرة. فعلا هنا الانذار الثاني والطرد اهو صح. يبقى اذا طرد هنا وطرد هناك، طرد للهلال وطرد للرائد. وفي الدقيقة 78 الانذار الثاني والطرد على عمر جونزاليس. انذار في الدقيقة 45 وانذار ثاني في الدقيقة 77، اذا يستحق عليها طرد. سافيتش طرد مباشر، وعمر جونزاليس انذار ثاني بطرد. وخلاص راموس بيقول انا خدت القرار.